دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في الصحراء عليه حلة خضراء تعجبه نفسه مرجل شعره يختال في مشيته، يعني لابس نظيف وشكله جميل ومهندم وبعدين عمال يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تعالوا نشوف البيت اللي خسف به ده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم مصارع السوء. تعالوا نشوف المنظر ده. شوفوا ادي البيت يا اخواني، نعوذ بالله من مصارع السوء. شوفوا طيارة هليكوبتر بتصور من فوق، منظر صعب جدا. ولاحظوا ان البيت اللي جنبه، شوف حوائط البيت اللي جنبه والابواب لم يمسها سوء، ما حصلهاش اي مشكلة. ده معناه انه هو المقصود فقط البيت ده بالسور بتاعه بكل شيء حواليه هو فقط. شوفوا هنا الناس بيبصوا، الشرطة بتبص تحت، يا ترى البيت ده راح فين؟ ورابطين نفسهم خايفين لا يقع. المساكين مش متصورين انه ممكن، هم مش واخدين بالهم ان اللي خسف بهذا البيت ممكن يخسف بالارض كلها. شوفوا سبحان الله العظيم، كان بقى 300 قدم تحت غرقان في. واين كانت هذه الارض؟ وليه البقعة دي تحديدا؟ سبحان الله العظيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واحد يقول لك يمكن الارض دي حصل لها انهيار سابق، يمكن الارض دي مرمله وطريه عشان كده البيت ده وقع. يعني ربنا ملوش اي دخل باي حاجه. لا يا اخي، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أنا هقول لك بقى، يعني ممكن الأرض تبقى أنت متأكد منها وعامل لها أساسات وباني فيها خرسانة وحاطط فوقها أسفلت وممهد الأسفلت ده تمهيد جامد جدا، وبرضه تقع. مش بإيدك، وأنت لا تستطيع أن تفعل لنفسك شيء، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولا تملك لنفسك جلب خير ولا دفع ضر. وتعال نشوف المنظر ده عشان تعرف ان مفيش حد يقدر يملك لنفسه نفعا ولا ضر. طريق ممهد مسفلت مدكوك تحت. انتوا عارفين طبعا بناء الطرق بيبقى كذا طبقة وبلدوزرات تعدي عليها رايح جاي عشان تمهدها، ولكن إذا قدر الله لها أن تخسف خسفت. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان شيء يسقط هيسقط سبحانه وتعالى. تعالوا شوف المنظر ده لسيارة ماشية، صاحبها اكيد كان بيفكر يعني يروح اي مكان هو عايزه، كان بيفكر انه يروح شغله. مش هنقول كان بيفكر في حاجة وحشة، ولكن مش بالضرورة يعني انه يكون بيفكر في حاجة سيئة، ولكن كل حاجة كان ليها سبب وكل شيء كان له نتيجة. لازم نعرف ان ليها مقدمات، إما خير أو شر، لكن النتيجة الفعلية اللي احنا لازم نوصل لها إن الواحد لازم يخاف. لو قلنا إن هؤلاء الناس لم يكونوا يفعلوا إلا الخير، فطب دول كانوا بيعملوا خير، أما لو كان بيعمل شر؟ نحن لا نتهم هؤلاء الناس، ولكن لأخذ العبرة، بناخد العبرة. شوف الراجل ده كان ماشي في سيارته في طريق ممهد وسليم، أكيد كان بيفكر يروح مثلا لمشوار رايحه، لشغله، لبيته، لأولاده، رايح ياكل، رايح يشرب، رايح يعمل أي حاجة، ولكن شوفوا النتيجة وشوفوا الطريق اللي هو كان ماشي عليه إيه اللي حصل له. شوفوا، نعوذ بالله من شوف، بسم الله، سبحان الله العظيم. شوفوا أين ذهب، فين الطريق؟ ركزوا يا إخواني، شوفوا، ومرة واحدة اللي قدامه عدى واللي وراه وقف وهو لوحده فقط نزل المسكين. إلى فين؟ الله أعلم. شوفوا اللي قدامه عدى، وآدي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم مصارع السوء. سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
فعلا سبحان الله العظيم.